رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع قرر عرض مسؤولين ضمن المكتب المديري للجامعة على التحقيق الداخلي بعد فضيحة السمسرة التي طالت تذاكر مباراة المغرب وفرنسا عن دور النصف النهائي لكأس العالم. وقرر فوزي لقجع إحالة بودريقة والحداوي بعد انتشار أخبار حول تورطهما في بيع التذاكر وتوزيعها بشكل غير عادل، الأمر الذي تسبب في حرمان عدد كبير من المشجعين المغاربة من حضور مباراة فرنسا والمغرب، كما يزعم أنهما تسببا في فوضى نتج عنها إلغاء 7 رحلات جوية من الدار البيضاء إلى الدوحة. ويرغب فوزي لقجع في تحديد الأسماء المتورطة في هذه الفوضى التي أساءت للجامعة وللجماهير المغربية وللمغرب حتى يستطيع تنزيل أشد العقوبات في حقها.